صباح الخير. بقى في فتره كده لقيت ان الانفلونسرز ذات نفسهم بداوا يحاولوا يتجهوا بحتت غريبه، فبيديك نصايح. لازم يديك نصايح وهو مبلق، يعني ما ينفعش حد مش مبلق يديك النصيحه. لازم يبقى دخل الجيم قعد شهرين ثلاثه عشان يقدر يديك النصيحه دي، عشان تقدر تعيش بعد كده ايه مدى عمرك على النصيحه دي، فانت ايه تامن بيه. استغفر الله العظيم. فانا هنخش نشوف نوعيه من كده، وبعد كده نحاول نشوف الناس اللي عامله لنا منشن في اي حاجه. لايك مش هتستهلك منه 2 كالوري يعني. يلا خش شوف. طبعا الاخ باسم، انا لفتني الفيديوهات الصراحه، ولفتني ايه طريقه تقديمه ليها، فدخلت وعملت سيرش لقيت الاكونت ملظلظ وفيه حاجه يعني. فاحنا محتاجين نشوف اللظلظه اللي في الاكونت دي دلوقتي حالا. سمير شغل يا سمير. الستات هتتعفرط عشان انا باجي اقول لك الحقيقه. لو هو الكونتنت ده للستات للرجاله؟ حاسه مش للرجاله يعني. ماشي. الست اللي معاك مش شايفه اي راجل غيرك، هتقعد كل شويه تنزل صور وستوريز على السوشيال ميديا ليه؟ ايه بتطمن اهلها عليها، هي انفلونسر. الفكره؟ بتنزل صور وستوريز للناس الغريبه، بتاخد اتنشن من الناس اللي من الشارع. لو انت راجل في عينيها هتعمل كل ده هو طب هو حضرتك طالع توبلس بتاخد اتنشن من مين؟ ليه؟ الموضوع سهل وبسيط وواضح للستات قبل الرجاله. في رجاله خيبانه تعبانه بتخاف تكلم الستات في حاجه زي كده وتشتري دماغها. ما تعروناش. اتعروني. اسمع بمسيرة الاخ، هو راح يقدم لك انت كونتنت. الكومنت ده جميل. التالي اوعى تروح تحكي لها مشاكلك عشان هي مش الثيرابيست بتاعتك. امال احكي لمين مشاكل؟ انت عندك حد قريبك عنده فاتح عياده فبتسوق له صح؟ انت بتسوق له. طب ممكن كومون خصم؟ اصل مش هدفع 900 جنيه في ثيرابيست، انا ممكن اقول لها عادي ببلاش. انت لو عندك مشاكل هتروح تتكلم معاها فيها، هتسمعك ويمكن تتعاطف معاك، بس من جواها هتقل في نظرها كراجل، لان الراجل معروف يبقى عنده مشاكل الدنيا كلها وما يروحش يحكيها لواحده ست. لا يعني حتى على مدار التاريخ لا. لو عندك مشاكل وخانقاك شويه، صحابك الرجاله موجودين اثروا معاك في ايه؟ غير كده ما تعرفناش. او اعمل اجتماع، هي مشكله المفروض انا اللي احلها انا وهي، او نحلها احنا مع بعض. لا، او اعمل اجتماع وجايب الرجاله من الشارع عشان نقول لهم ايه تعالوا حلوا لي المشكله. فنعمل اجتماع فنوسع دايره الناس ان هي تعرف المشكله فنتفضح اكتر. انما لو انا بتكلم انا وهي وقافلين على نفسنا وبنتكلم في المشكله، لا ده ما انت تقول لها مشكله ليه؟ انت مش راجل ولا ايه؟ انت ايه؟ انت لما تموت والناس تاخد عزاك هيزعلوا عليك اسبوع، بس تاني اسبوع هتلاقي مديرك بيبدلك في الشغل. سبحان الله، سنه الحياه. مدير يبدلني في الشغل كمان اسبوع؟ لا، ما كمان يوم الشركه هتقف. وهتلاقي اصحابك بيرتبوا عشان يخرجوا، بعد شهر او 2 هتلاقي مراتك قاعده بتتفرج على فيلم كوميدي. ما هو انا مش صلاح الدين، انا مش جايه يعني، انا مش ما عملتش حاجه للتاريخ. والناس كلها نسيتك سنه 2 انت مش موجود خلاص. فانت عايش ليه للناس؟ الناس دي فرق لها ايه في حياتك؟ الناس كلها اللي قدامنا دي بتعمل لك ايه وانت شايل؟ يعني ايه الناس اللي قدامك كلها بتعمل لك ايه؟ لا، هو كل حد انت بتعدي بيه في حياتك يا استاذ باسم، معلش بقى تعالى نتكلم في الفلسفه شويه. انت اي حد عدى عليك في حياتك حتى لو كان شحات في الشارع، فهو انت المفروض تاخد منه حاجه، فاهم؟ تاخد منه حاجه، تاخد منه جنيه بس وانت ماشي كده، عشان لو هتعرف تجيب سندوتشات فول وانت مروح، عشان دي اهميه الناس في الحياه. طب تخيل انت عايش لوحدك في العالم، عيش. همها ليه؟ ولا فاكر الناس دي هتعمل لك حاجه؟ وبتفكر الناس هتقول عليك ايه؟ وخايف منهم وخايف من رايهم. مفيش حد بيفكر فيك دلوقتي، الناس دي كلها محدش فيهم بيفكر فيك. كل واحد عايش في حياته، كل واحد فيه اللي مكفيه. ما كل واحد بيفكر في حياه نفسه زي ما انت بتفكر في حياه نفسك، ولا انت ايه؟ عيش حياتك وركز في نفسك وسيبك من الناس اللي حواليك دي، الناس اللي حواليك دي مش هتوديك في اي حته. كل واحد عايش بيكلمك في البديهي منه. انا كده بقيت انفلونسر بيكلمك في البديهي منه. خد بالك من نفسك واستغطى كويس وانت نايم. والراجل من دوره يتحمل الضغط بتاع الست. لا، انا عاوز نصائح ذكوريه، انا عاوز نصائح ذكوريه. اديني في النصائح الذكوريه، هات لي حاجه وهو قلع ملط كده. مفيش حاجه اسمها راجل مستعمل، الست بس هي اللي ينفع تبقى مستعمله. ايه يعني ايه يا اسطى؟ هو ايه عربيات؟ هو انت تبع بتوع فتحه السقف والموضوع ده؟
لان الست قيمتها بتتقاس من شكلها والماضي بتاعها. عاوز ايه؟ ماشيه كام كيلو يعني؟ ماشيه كام كيلو؟ بقول له ماشيه كام كيلو، انا مش فاهم هو عاوز ايه. والرجاله ما بقتش تستعمل شيش كيلوات تقريبا كده بتطير. انا مش فاهم هو عاوز ايه والله العظيم يا كابتن. بس انت هترشب بالفورمه دي، يعني انا عارف ان انت جاي ايه الشقط، ما انا اضمن لك شقطه نظيفه. ماشي؟ يلا بالتوفيق. لو ما عندكش مكان بقى بيس الادب بقى ان شاء الله. العط مش حب، خروجاتكم مع بعض مش حب، مش بيقول لك البديهي. انكم تكلموا بعض 24 ساعة في اليوم برضه مش حب، تسهروا لحد الساعة 6 الصبح وانتوا تاني يوم عندكم شغل برضه ده مش حب. اتجوزك وكتب عليكي برضو ده مش حب. مش حب، لا. الحب هو ان انتوا تشوفوا عيوب بعض كلها، وبعد 500 خناقة ما بينكم حب ان انا اشوف عيوب، حب ان انا بتجنب العيوب، ان انا بتجاهلها. تقرروا تكملوا. ان انت لو طلبت اي حاجة من حد ما يفكرش مرتين قبل ما يعملها لك، ولو الناس كلها شايفة فيك عيوب الدنيا هي الوحيدة اللي هتبص على مميزاتك. يعني لو الناس كلها شايفه فيها عيوب الدنيا يبقى انا فيها عيوب الدنيا يا كابتن. كده مش هيخلف دول كلهم، وهي تبقى عبيطه لو هي شايفه مميزاتي وانا معيوب. بس ماشي التالي. في شوية رجالة ما تقلعيهمش من رجلك، اللي بيخليك تحاسبيله. ايوه يا اختي، ايوه يا اختي، خليكي بقى نسوي. اي شفت رجع دلوقتي من الذكوره وخلق النسوان مش عارف ايه ومفيش مرأة مستعمله والشغل ده. رجع دلوقتي لل ها. شو انت نازل تشقط؟ انت جاي انت كلبه عاوزه شقطي الحساب فهو يقعد كده زي الهانم وانت تدفعي له فلوس. ده عنده مشاكل، عنده ظروف، هاتيله اولويز عشان ده بينقط. حمش الكلام قليل ادب. باد بوي باد بوي. وفي اللي بيخليكي تلبسي بكيني عادي، عايز يبان فيها متحضر وكاجوال، وهو خلاص من كوميونتي نضيف وهو ابن مش حاجه اسمها كده. في 100 عقبه زي في بالم هيلز، الاتنين رجاله. هو ميت هو بس للدرجه دي يعني انا بنلز يعني. والله يا ابني انا الحماره والله غرزت على اول الشارع هنا، انا مش قادر اسمع نصايحك. الخيانه مش انك ترامي مع راجل تاني، وانت لو عندك صحاب رجاله دي خيانه؟ لا. لو بتطلعي مشاكلكم لبره خيانه، ولو بتهزري مع اي راجل خيانه، لو لابسه لبس هو مش راضي عنه برضه خيانه. يا ريت نبطل استهبال ونحترم عقول بعض شويه. في اغاني حماسيه في الخلفيه عشان يديني نصيحه مكتوبه على ظهر كتاب اللغه العربيه في ثالثه ابتدائي. يعني انتوا لما بترموا كيس زباله بتروحوا تشوفوا مين خده او مين بيلعب فيه؟ هو ليه ساعات هو لما بيلعب بيكلمني بهذه بيكلمني كده، اما بيبقى لابس بيكلمها عادي. بصراحه بيبقى مالكوا في ايه؟ ما تعرفوناش. يعني انتوا لما هو ماسك في ما تعرفوناش، يعني هو ده المفروض ان هي دي اللي والله هتعرفوني. اوعى تزعل لو لقيت الاكس بتاعتك راحت لراجل تاني. انت نسيت قالوا لك ايه وانت صغير؟ اللعب المستعمله بتديها للغلابه، فمالك بقى؟ شايف بقى بيكلمك ازاي وهو انا بديك نصيحه. انا يعني انا والله انا عايز اروح الجيم كده كده فورمه وننزل على المتجوزين نفسهم يتطلقوا، واللي مش متجوزين نفسهم بقى يلاقوا حد عشان الدنيا تستقر. اللي شغال في شركه مش لاقي وقت لنفسه. بوست من على الفيس فجاي يقوله في فيديو. انا ما بعملش الحركات دي، لا. المهم انا ما يعني انا ما يعني انا هكتفي بيك لغايه دلوقتي عشان ايه انت كده في تشوف حد غيره. لو في اي حاجه تاني ممكن نرجع لك، نرجع ناخد منك النصيحه. الف شكر يا استاذ باسم، يا ريت ما شرفش هنا تاني عشان انا والله ايه بيبوظوا بسرعه. انفلونسر معدل تاني. انا بقول لك ايه، اتفضل يا استاذ دور. حلو السؤال ده وهديك رد محدش هيفهمه غير واحد في مكاني عنده ملايين. انا مش مليونير، مالتي مليونير. المليونير ده بيبقى عنده يا شحات، يعني جاي يديك نصيحه يا شحات. مليون واحد او شويه. المالتي مليونير عنده كذا مليون. طب استاذ دور، يعني ممكن اشوف حضرتك انا عاوز مليون منهم؟ والله ما بهزر، يعني انا ما بهزرش. لو وصلت تحت اي ظرف يعني مليون بس، اخضر اصفر بتنجاني جنبي. يلا
فدلوقتي مفيش اي نوافع ليا لما اتجوز واحده. ليه؟ مفيش نافع خالص. ايه؟ لان اي حاجه الست اللي انا هتجوزها ممكن تعملها، ممكن اجيب اي حد يعملها، ندعو للرذيله. سواء في اوضه النوم، سواء التنظيف، سواء اوضه النوم. ما انا ببقى يعني اتفضل. حتى صداقه. عندي اصدقاء رجاله ممكن يجوا يقعدوا معايا نتفرج فيلم. لا كده وصلت مرحله خطر، كده وصلت مرحله خطر. اصدقاء رجاله يقعدوا يتفرجوا على الفيلم. هو ليه انت ليه طلعت لي نصيحه زي دي؟ ليه؟ ايه الهدف؟ بدل ما هي اجيب واحده تقعد على تليفونها، فاهم؟ الكلاب ده بوجي الكلب ده وصلت للكلاب. لا صاحبك يجي يتفرج على الفيلم انها كلاب. لا احنا في مرحله خطر ومحتاجين. الاخ اللي فات كان عنده عياده سيرابيست بيعمل دعايه ليها، فاحنا المفروض نروح. ماشي؟ لو انا طلبت منك او منك انك تديني لستة كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها، والله هفكر اكتب لك ليست. استنى. بطاطس، مش عارف. يا ترى هتفضلوا ترقموا في كام حاجة لغاية ما توصلوا لنفسكم؟ مشكلة هو انا ما رقمتش وانا قلت بطاطس، فانا ممكن اوصل لنفسي على طول يعني. ثقافتنا العربية عندنا الفكرة او الهيئة ان حب النفس دايما بيرتبط بالغرور والانانية والنرجسه. بس حب النفس لدرجه برضو. بص، هو انت طبعا بطل قصتك وبطل حكايتك اكيد يعني، واكيد اراك دي كلها من نبع عن تجربتك. فتجربتك ليك برضو. انت حب نفسك بس ما تتغرش. حب نفسك بس انت مش افضل من الناس. حب نفسك بس راعي ايه ان في حواليك بني ادمين. شكرا استاذ دره. التالي ده الانفلونسر برضه. بس على يعني شفت انت الانفلونسرات التانيين عاملين ازاي؟ ده نعتبرهم في الاطفال. شدوا كرسي واقعدوا تعالوا نتكلم جماعة. حلو الجلو ده صح؟ انا احبه اكتر. انا بوست في حته لا ما ده لا ايه ده؟ ايه الطقم الحريمي؟ على ان انا ما اعرفش النسوان بتلبس الطقم ده يعني مش كفايه بالنسبه لي، فطبعا انا بقيت بستخدم التير امبول ده بس بطريقه معينه. يعني انا ما بحطوش على وشي كله، انا بحطه بس هنا. يعني انا اقسم لك بالله انا عرفت نسوان ما تعرفش اللي انت بتقوله ده. طب ما انتوا ليه اذاعتوا الخبر؟ ما هو بقى والله ما حد فاهم حاجه يعني. ده انا على سمعتك تقيد ولا اعمل دعايه للمشروع بتاعك ولا افرح ولا تعمل ايه؟ بص لها انتشار بس. ازرق. وعملها ازاي يعني؟ انت ايه اللي حصل عشان تتقطم نصين كده؟ التالي عايز الجا لحد في الاوضه. انا كنت فجرت نفسي جريئه وحطيت احطهم على كتافي وبعدين عمل بيبي عليا وانا. هو ايه اللي عمل بيبي عليك؟ ايه اللي عمل بيبي عليكي؟ هو ايه تضخيم الامور دي؟ ايه في ايه؟ تمساح تقريبا اللي عمل انا ما انتوا اوفر قوي. بياخد قطمه يعني. ايه ده؟ ايه الاطفال مالها؟ الاطفال مالها فيه؟ بيرشوا ايه في الجو؟ هو ايه المنشنات مالها؟ لا انت تروح لمحمد الدر، هو بيجيب ايه صحابه يتفرجوا معاه على الفيلم. ما تجيليش محمد. هو اسمه محمد ولا محمود يعني اللي يجي بقى، فاهم؟ مش بس برضه انا بناشده مهما كان محمد محمود. انت بتقول له انت مالتي مليونير مليون بدل ما ولا اي حاجه. عندي 30 سنة ولسه ما اتجوزتش عشان ما لقيتش راجل يفهمني ويحتويني، مش عايز يغير حاجة فيا. وكل حد بيبلغ من العمر ارزاله هيجي لقيتيش رأي؟ ما لقيتش راجل اكون مسؤولة منه ويطمني. ما لقيتش راجل بيفكر وذكي وناجح. بتدوري في صفحة زبالة ولا ايه؟ زيي.
ولو على البيبي فانا لا انجابيه. اكيد مش هتلاقي. سلام عليكم. والله ابدا انت مشيت، والله لا اسلم عليك، انت مش بتسلم عليا ليه؟ انا جاي اسلم عليك يا فقير. بالتالي ده كوبري، في عندنا هنا عملوا سلم متحرك على كوبري، كان موضوع كبير قوي سعادتك. انا اراهنك اسبوع وهيبقى كده. العيال بتاكل كوبري، العيال فاكره زحليقه بتاعت ملاهي. والله في حد واقف تحت بياخد منهم جنيهات عشان يركبهم الكوبري. حاجه في قمه الفلح سعادتك. بالتالي غرق ايدي هيعالج لك كل المشاكل اللي انت كنت بتعاني منها، اللي هي الغمقان تحت الاندر ارمز. شدي كرسي اقعدي وتعالي نتكلم. جماعه انا عندي مشكله كبيره فيا قوي ان انا مش بسمع الكلام. نفسي مره حد يرشح لي حاجه وما اقعدش هاجمه واقول له لا 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 انا عارف. انا مش عاوز اقعد اهاجمك عشان انت هتحب الهجوم. 4 شهور وهبقى 30 سنه. هي مش كانت من شويه 30 سنه؟ بس بعرف اقول لا. لا لاي راجل متجوز يبقى لازم يتقال لا. ومخلف او متجوز ومش مخلف، يعني مجرد ان هو متجوز. لا لحد بيقسم معايا الشيك بالنص. لا ما هو ده مش ما ده اكيد لا. لا لاي راجل بيتشرط قبل اي حاجه. عندي شروط 1 2 3. لا عاوزه ايه؟ لا لحد مش نفس طبقتي الاجتماعيه، ممكن هي فين الطبقه دي؟ زيها او اعلى. اقل لا. ايوه منين بيركبوا لها، منين الطبقه دي؟ لا لاي حد بخيل وشايف ان الست ملزمه زي الراجل. ست والراجل راجل. هو ده مش بخيل يعني، ده مالهاش علاقه، ده مش بخل بس ماشي. هو ده حاجه تانية بس يعني المفروض هو اللي يشيل كل حاجه يعني. ده لو راجل يعني، انما ممكن يجيلك واحد زي الاخ ابو ده ويقول لك اجيب رجاله عندي في البيت يتفرجوا معايا نعملها لكم والله يا جماعه. قابل عليك يا احمد. ايه؟ المرحوم شعبان عبد الرحيم. صباح الخير. قلب عليك يا احمد. ايه يا معلم؟ ما تقلبي على بلاش مين؟ انت يا احمد. بس عشان والله هجيب ابنه وهيجي يضربك دلوقتي. عامل ده حماسه. حماسه مني يابا. حماسه مني يابا. انتوا جايين لوحدكم. انت مين يعني؟ كوباش. هاتوا لي كوباش. هاتوا. تعالى يابا. انا مش ممكن نبقى كده كمان الله اعلم كام شهر ولا حاجه. التالي ايوه حبيبي. ايوه انا فين؟ استنى اقول لك. انا عندي. ليه؟ يا ام كلثوم عملت ايه؟ جيجي حبيبة مجدي ريميكس. كتكوت والضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه. موهبه فريده من نوعها. قلبي يا فريده. حد بيبرموت لتفافه القهوه دي التاني، انا والله العظيم بجد هزعله. وبعدين الناس تقول لك اصل ممكن واحد يبقى نفسه يجربها، ابقى اخد الشفطه دي من صاحبتي. يعني مش لازم اشتري بتاع ادفع 50 جنيه عشان اجرب شفطه قهوه. وبعدين تتكلم 2 اكس. برضه حاجه تانية، الناس تقول لك شكلها سو كيوت. لا شكلها مش سو كيوت، شكلها عبيط، واللي ماسكها يبقى شكله اعبط. يعني انا لو ست كبيره كده طالعه ماسكه علبه حرفيا زي الناس بتقول طحين وطالع منها شاليمو، انا كده شكلي عبيط. انا كده انا بدنا وجعت. التالي هاي استنى اروح البس جاكيت. بيئة يا حبيبة، انت بيئة. بصوا تعالي اقول لك، لو انت نازله تقابلي الحته بتاعتك تلبسي ايه. انا مش عارفه البس ايه دلوقتي. يعني بصوا، شايف الانفلونسر بتقول لك ايه؟ انت نازله تقابلي الحته بتاعتك. الحته بتاعت مين؟ هو مين اللي بقى مين الحته ومين اللي انتوا بتقولوا ايه؟ البنطلون سويت بانتس ده خطير. فين بقى يعني ده انت مش داخله بيه الحمام، ده انت نازله تقابلي بيه الحته. ده حته معفنه. التالي ما تلبسي نفس الكلوت مرتين وترجع تقول ان انا معفن. انت فعلا معفن. حاضر. فهمت علي؟ انا لازم اعلمك لبس الالويس، لانه من اليوم انت بقيت واحد فوق في اول الفيديو. وديله يا حاجه. ليه؟ هو الرياكشن الجن ليه؟ ليه؟
ايه؟ ثانية ياما، هو ايه فعلا؟ هو ده حجاب ولا دي بنداء ولا ده ايه؟ هو ايه؟ هو احنا فين؟ على فيجو هقول لك على كل حاجه بالتفصيل. اول حاجه الرغيف ده فاضي كده زي ما هو كده ب 20 جنيه. طب هتاخد 3 رغيفه بالبيستاشيو، 3 صوصات 3 انواع هتاخدهم. انت عندنا 5 صوصات، خلي بالك عندنا كندا تمام. ما بقى يحلاليش افطر غير عيش بيستاشيو بس. يعني ده اللي كان موجود النهارده، شويه منشنات من هنا على شويه شويه انفلونسر من هنا، وايه بتلضم بتعمل حلقه ومحدش بيعمل لايك كده كده، فمش فارقه، انا بعملها فور فن. يلا سلاحف.